حاجة فتحصل فتتمنى إنك ما كنتش تمنيتها ويا ريتها ما حصلت. عمرك سرحت بخيالك في قطرة المياه وهي بتقع من سحابتها؟ تعال معايا واخدك في حدوتة صغيرة عن فريدة المذيعة المشهورة المنتحرة. نرجع بالزمن قبل ما تنتحر، وأيام ما كانت بتحاول وتسعى للبرامج عشان تبقى مذيعة وتحقق فكرتها أيوة. فريدة كمان قارئة مخضرمة بتحب الأدب بأنواعه، بالأخص الأديب محمود الألفي، واللي كانت بتتمنى تقابل حد زيه، وساعتها ما كانتش هتبقى عايزة حاجة تاني من الدنيا. بتبدأ الحدوتة بعشوائية فريدة الصبح مع أول حلقة ليها في البرنامج اللي قابلت فيه وسمته مكيدة قلبي، ونفسر مع بعض الاسم واللي صعب جدا تتوقع الحدوتة منها غير لما تعرف تفاصيلها. وبعد صريخ وتوتر وهرج ومرج في اختيار الهدوم والتسريحة والميك اب، وصلت فريدة للبرنامج وقاعدة في كواليس بتجهز مع صحابها نادين وهبة. نظرة سريعة على نادين المغرورة اللي بتجامل في نفس الوقت، ورغم ذلك فريدة بتحبها وقريبة منها. وهبة النصحة العصبية اللي مش بتسوق الجمال، فمخلية فريدة مش قريبة منها. وبيخلص المشهد بفريدة وهي قاعدة قدام الضيف اللي هتحاوره، واللي بتنصدم إنه الشخص اللي خبطته هي داخلة البرنامج، واديت له جرعة تهزيء خليته قاعد قدامها باصص لها كأنه هياكلها. بيطور الأحداث يا عزيزي القارئ، ومن خلال محاوراتهم والمقابلات تكتشف فريدة إنه الكاتب المشهور كريم الهواري حفيد الكاتب محمود الهواري أديبها المفضل. في نفس الوقت من تقريب فريدة من كريم كانت أمها ورفضها الكبير لكريم وقلبها اللي مش مطمن له. مع محاربة فريدة لأمها وقربها من كريم بيختفي كريم، وبتبقى فريدة بعد ما كانت المذيعة الشقية بقت جثة بتتحرك زي الراجل الآلي. بيظهر كريم وبيتخطب كريم، وبتظهر نادين في الصورة عشان يكمن جرح فريدة. كريم ونادين اتخطبوا وتنتحر فريدة. بص معايا في الحتة الجاية دي. بينقذوا فريدة وبتفوق وبترجع لبيتها مع مامتها اللي بتحاول بكل جهدها إنها تسندها، عشان فجأة يلاقوا كريم بيرن الجرس وبيطلب القرب والسماح وهو متجوز، وبيطلب بشكل جدي فريدة للجواز على مراته نادين فتبقى الزوجة تانية. حاجة كده شبه قريبتك اللي من بعيد بنت خالة جد أبوك. وهوب ترفض فريدة وتطرد كريم اللي بيغضب من رفضها، وتصمم فريدة إنها ترجع لشغلها. ودي أول ما بتدخل من باب الاستوديو بيقابلها برنامجها اللي مذيعته بقت نادير. إيه اللي بيحصل؟ فريدة هترجع للصفر ولا هيظهر لها في الصورة باب جديد وهتبقى مجرد خروجها من الاستوديو هتبدأ بداية جديدة؟ الحدوتة ما خلصتش ومش مسموح تبقى منوتة. الرواية مناسبة لكل اللي بيحب يسرع العلاقات، هتخليك تفكر مرة واتنين قبل ما تتمنى حاجة، قبل ما تدرس أبعادها، وقبل ما ترمي كل الحب اللي جواك للشخص الغلط وانت بتتجاهل كل الحاجات اللي ترفض عشانها. وإن كانت بنت عم جدة خالة أختك مزهقاك اديها الرواية دي وهي هتنشغل بالأحداث ومتعتها بعيدة عن الدماغ. رواية مكيدة قلبية للكاتبة نهال عبد الواحد، مونتاج هدير حسن، تلخيص حياة رؤوف، فويس اوفر منال خضري، إصدار مؤسسة سحر الروايات. لمتابعة تلخيصات سحر الروايات وأعمالها الحصرية لقراءتها قوموا بمتابعة سحر الروايات على بيج سحر الروايات وجروب سحر الروايات. مدير المؤسسة يمنى عبد العزيز.